السلام عليكم. جيتكم بقصة اليوم جديدة. القصة ديالي مع المهمة اللي اكتشفت في الاخر انها مزوجة. كيفاش البلا اللي طرا ليا والمشكل اللي طرا. مهم تبعوا معايا القصة وتبعوا حتى الاخير باش تفهموا مزيان. انا واحد النهار كنت مريح ما عليا ما بيا في الدار، شاد التليفون داخل الفيسبوك كنتفرج، وواحد اللحظة دخلت لبلاصة لي زامي، يعني بقيت كندور، بديت كنصيفط طلبات الصداقة، يعني بديت كنصيفط انفيتاسيون لهادي وانا كنصيفط غير لدوك اللي كيبانوا ليا بعقلهم، يعني شاربين عقلهم، المهمات فهمتي، هادشي اللي كنصيفط ليهم. المهم ما علينا، بقيت كنصيفط لغد ليه وهي تقبلني وحده، قبلتني وحده وصيفط لها السلام، قالت لي السلام بخير، يعني كنهضروا، سولت فيها سولت فيا، صافي واحد اللحظة بديت كنتعرف بها فين كتسكني، قالت لي في الجديدة، قلت لها حتى انا كنسكن في الجديدة، قالت لي راه سبحان الله نفس المدينة، قلت لها راه فرصة هادي قلت لها صافي بدينا كنتعرفوا، شنو كديري في حياتك، هي خدامة خياطة، قالت لي وانت شنو كدير، قلت لها انا غير كنبيع وكنشري، صافي قالت لي مزيان. المهم بقينا كنهضروا بحال ما هكا، يعني كنصيفط لها كتجاوبني، ولاحظت ديك يعني سيمانة، مدة سيمانة كنهضروا باش تلاقينا، ديك السيمانة اللي لاحظت فيها يعني كتوصل ديك السا كتقول لي ما كتقول لي مابقاش، كتقول لي ما تصيفطش ليا راه حيت كيكون خويا في الدار وهادي قلت لها ماشي مشكل، يعني هاد القصة خصكم تاخدوها عبرة، مهم نخرجوا على القصة، خاص الانسان ياخدها عبرة، يعني تشوف الوحدة تقول لك مابقاش تصيفط ليا ولا ما تصونيش ليا مع الوقيته الفلانية، يعني فهموا شنو كاين. المهم كتقول لي هي ما تصونيش مع ديك الوقيته ديال السا، يعني حتى الغدا، حيت كيكون خويا كيجي من الخدمه وهادي وقبيح. قلت لها صافي انا على نيتي، قلت لها صافي ماشي مشكل، انا راه قلت بصح في الاول انني غادي معاها، بصح راه خوها يكون شي واحد يعني مكيبغيش تهز التليفون وداك الشيء. المهم ما علينا، صافي داكشي دازت سيمانه بحال ما هكاك، ديما كتوصل ديك الخمسة ونص كتغبر، كتخلي ليا ميساج كتقول لي ما تصيفط والو، نهار كامل حنا كنهضروا ابيل في الخدمة، يعني ميساجات الصباح عشية، حتى كتوصل لخمسة ونص صافي ما كتبقاش تجاوبني السيدة. ايوا ما علينا، دازت ديك السيمانة درت معاها غنتلاقاو، قالت لي انا غنشوف كي ندير، قلت لها اش غديري كيفاش غديري، قالت لي نشوف كي ندير مع خويا وهادي، قلت لها شوفي اش غتكذبي عليا، قالت لي انا غنجرب شي كذبة، قلت لها شنو غتقولي لي بعدا، قالت لي انا غنجرب وصافي، قلت لها ماشي مشكل جربي. مشات قالت لي مشات صافي قادت الامور ديالها، تلاقينا نهار السبت، ملي تلاقينا نهار السبت بدينا كنتلاقينا مشينا للقهوة ريحنا، قلت لها كيفاش قضية شنو درتي مع خوك وهادي وعدا كيشوفك، تلاقينا يعني بعاد على البلاصة فين كتسكن هي، المهم واحد البلاصة بعيدة بلا ما نذكر سميتها، واحد البلاصة بعيدة فين كتسكن هي. المهم ريحنا في واحد القهيوة، قالت لي تكون شي قهوة ما مخلطاش بزاف، مشينا ليها ريحنا كنهضروا مع بعضياتنا، قلت لها شنو درتي في القضية ديال خوك، قالت لي راني قلت لي غنمشي عند اختي، حيت واحد اختها كاينه في جديدة مزوجة، ومشات هي هضرات مع اختها، المهم هادشي اللي قالت لي، قلت لها ايوا مزيان صافي فوت داك الموضوع، صافي بدينا كنهضروا السيدة كتبان لي مريحة وما مرتاحاش، قلت لها مالك، قالت لي والو، قلت لها ياك ما خايفة من شي حاجة نمشيو لشي بلاصة نرتاحو فيها، قالت لي مكرهتش نمشيو لشي بلاصة نرتاحو فيها، قالت لي حيت هنايا ما مرتاحاش، صافي بحال ما كيطيح عليا الفكرة انني نقول لها نمشيو للدار، صافي وانا نقول لها قلت لها اش بان لك نمشيو نريحو في الدار، قلت لها نيت باش تاخدي راحتك ونهضروا براحتنا قالت لي صافي ماشي مشكل. مشيت انا وياها للدار، صافي مشينا للدار، دخلت ريحنا،
مشيت رديت واحد البراد ديال اتاي، ريحنا شربنا الدكة، بقينا كنهضرو هضرة تجبد هضرة هضرة تجبد هضرة، لقيت أنها محتاجة. صافي ديك النهار بالحد قضينا الغراض، ملي قضينا الغراض صافي السيدة يعني بحال تقولوا يعني قالت لي هي راه مطلقة. في الاول نسيت ما قلتهاش ليكم، يعني بحال تقول السيدة عمرها يعني عمرها طلقات ولا عمرها تزوجات، يعني باقي داك الشيء يعني نتوما راه فهمتوني شنو بغا نقول لكم. المهم ما علينا، انا كنتعجب. صافي مشيت قضينا الغراض داك الليلة داك النهار. صافي وصلت العشية وهي تقول لي صافي غنمشي. قلت لها ديري واحد الحل، عيطي لراجلك، قلت لها عيطي الاخ ديالك قولي ليه انك تجي غتبعت هاد اختك وهادي. قلت لها راه ما نقدرش. قلت لها غجربي. مشات عيطات، قلت لي غنعيط، ومشات عيطات وانا نمشي وانا نلوح ودنيا. لقيتها يعني كتهضر ويدخلني الشك. يعني ديك الهضره اللي كانت كتهضر هي انها ما كتهضرش مع خوها. قالت لي انا شحال ما مشيت لدارنا، هي قالت لي راه كاذبه على راجلها. قالت لي انا راه غنمشي لدارنا وهادي يعني نتوما فهمتوا، غنمشي لدارنا غنبات. قالت لي راه غنبقى نبات. ما عرفتش هو تناقش معايا قال لها لا ما تبعتيش ولا شي حاجه، وسمعتها كتهضر يعني عارفاني كنتصنت. هي شاك انني نقدر نكون كنتصنت، كتهضر بالالغاز. ما عرفت كيفاش قال لها واحد الكلمه ديال وخليه يجيهم بلا ماكله وداك الشيء. مو بحال ما هكا قالت لي راه اللي كان ياكلوه. انا شكيت في انهم ولاده على ما اظن. صافي هو يدخلني واحد الشك، يعني يكون اي واحد غيتصنت في ديك اللحظه غادي غيعرف انها ما كتهضرش مع خوها. صافي واحد اللحظه كملت لابيل وهي تجي عندي، جات عندي وطالع عليها الدم. قالت لي ما سخيتش بك ولكن راه ما خلانيش. قلت لها شكون اللي ما خلاكش؟ بغات تقول لي خوها، وهي تقول لي راجلي، هي تقول لي راجلي وهي تقول لي اسمح لي راه بغيت نقول لك خويا. وانا نقول لها، قلت لها اجي نقول لك، قلت لها ريحي، قلت لها واش انتي مزوجه؟ قوليها لي صراحه يعني ما تكذبيش عليا. بقيت كنجر لها في لسانها، جريت ليها لسانها مزيان والو مبغاش تقولي. قالت لي لا واش انت ما تايقش فيا، واش انا غنكون مزوجه وغنجي عندك؟ يعني بحال ما هكاك دخلني الشك. صافي واحد اللحظه كنقول هادي كيفاش، واش كدوي بصح ومازال بقات يعني بدات كتحلف ليا. قلت لي اجي نريحو واحد شويه صافي مشينا ريحنا عاوتاني. صافي حيت غتمشي هي عاودنا عاوتاني قضينا الغراض، يعني بقينا مع بعضياتنا. صافي في ديك اللحظة التليفون عندها بدا كيصوني وهي السيدة حسيت بها مخلوعة. يعني ماشي الخوف ديال خوها، يعني خوها ماشي غيدير لها بحال ما هكا في التليفون. صافي وقالت لي صافي انا غنمشي دابا وهادي. ناضت لبسات وهي تمشي، ما خرجات. قلت لها نمشي نوصلك، قالت لي لا صافي انا غنشد طاكسي. المهم مشات انا قلت زعما نصوني ليها نشوفها واش وصلات ولا لا. دازت واحد نص ساعة صونيت ليها، حسيت بها وصلت للدار صونيت ليها. ما صونيت ليها ويجاوبني فهمتي، جاوبني التليفون بحال قلتي باغا تجاوب بغات تقطع وهي تجاوب. صافي وتبقى لابيل دايزة وانا نسمع فيها كيقول لها واش انت ما عندك دار اللي باغا تمشي تباتي في داركم ما علماني ما والو، ويلا جيتي من عندهم. يعني كيهضر معاك بواحد الطريقة. صافي وانا نتاكد من تما انها مزوجه. صافي الغد لي صونيت ليها باش يعني كنت صراحه يعني ما مرضت فهمتيني. صافي وكنصوني ليها والو ما كتجاوبش. صافي داز واحد يومين وهي ما كتهضرش. صافي من تما النمره وهي تمشي. المهم هذا هو الغلط اللي غلطت، وما عرفتش واش غلط
ولا ما كنتش عارف. المهم نتمنى منكم تجاوبوني وتقولوا لي في لي كومونتير شنو كاين، واش هذا غلط يعني فيه ذنب كبير ولا فيه ولا غير غلط. المهم نتمنى منكم تجاوبوني وتقولوا لي في لي كومونتير شنو كاين. ما تنساوش معكم الاشتراك في القناة باش ديما توصلوا بالجديد والقصص ديالي ان شاء الله.